الصوره تتغير، وانه المشروعات اللي كانت واقفه تكمل، وانه الافكار اللي كنا بنحلم بيها تبقى موجوده. لاول مره يبقى في مستشفى فيها مجمع جراحي في 21 اوضه عمليات مجهزه، او 43 غرفه عنايه مركزه مجهزه، وغيره الحقيقه من المشروعات اللي حضراتكم شفتوها في الفيلم التسجيلي. الحقيقه انا مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن النهارده يوم من اهم ايام جامعه عين شمس. وجامعه عين شمس الحقيقه بكل قطاعاتها، وليس فقط القطاع الطبي، احنا ضخينا اموال ضخمه جدا عبر سنتين فاتت في كليات عديده، الهندسه والتربيه والبنات والصيدله والألسن الى اخره من كليات الجامعه، وحصل فيها طفره ضخمه جدا. البعد الدولي للجامعه واضح، احنا على وشك ناخد موافقه دوله الرئيس نعمل فرع للجامعه في دبي كاول جامعه حكوميه تفتح في الامارات. قابلنا سفير اثيوبيا في مصر جانا الاسبوع اللي فات، وان شاء الله احنا بصدد اجراءات نفتح فرع لجامعه عين شمس في اديس ابابا، والارض موجوده والتمويل موجود، وطبعا ده الدعم الاستاذ عبد الخالق ساعدنا في هذا الموضوع. حتى البعد الدولي للجامعه ايضا شغالين فيه. لسه الدكتور محمد الطوخي زميل عزيز نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب يبشرني ان كليه الألسن تم اعتمادها، وبكده احنا كنا خدنا الجامعه من سنتين فيها كليتين معتمدتين للتمريض والصيدله، النهارده بقى في 7 كليات في جامعه عين شمس معتمده، اضيفت ليهم كليه الطب والهندسه والزراعه وطب الاسنان، والنهارده احدث كليه تم اعتمادها كليه الألسن. هي ايام جميله تشهدها الجامعه، وبارك فيكم وجهودكم معانا. والنهارده يوم من الايام السعيده للجامعه بتشريف دوله رئيس الوزراء وتشريف معالي الوزراء والاصدقاء الزملاء ورؤساء الجامعات وكل ضيوفنا المشرفين. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.